كتبدا قصتنا مع جون اللي خدام مهندس ديال البني. كمل الخدمه ورجع للدار وسمع في الراديو تيهضروا على واحد المذنب قالوا باللي غادي يدوز حدا كوكب الارض، وكل شيء غادي يشوفوا وغادي يكون اول مذنب غادي يدوز قريب من الارض. ولكن جون كاع ما مسوق لهذا الشيء، مشى للدار ودخل لبيت ولده اللي سميتو ناتان يشوف الرسومات اللي دار وسولو كي غادي مع القرايه، وقال ليه راه عاودوا لينا على واحد المذنب وهاني رسمته. جون قلب الماكينه ديال السكر حيت ناتان عنده مرض السكري، لقاه خدام من بعد تيسمعوا في الاخبار باللي داك المذنب سريع وحتى واحد ما عارف امتى غادي يدوز حدا الارض، وتيتوقعوا يتحملوا شي اجزاء في الارض ولكن ما عارفينش اين بلاصه. نهار التالي ناتان خرج على برا ومعاه شي شوافات تيقلب على المذنب. جون شعل التلفازه وتيسمع شي تطورات باللي شدايا غادي يخترقوا الغلاف الجوي ولكن ما غاديش يوصلوا الارض، وخبروا الناس ما يدخلعوا. جون خرج مع ولدو يتقداو، ملي وصلوا للسوبر مارشي شافوا الناس تيشوفوا في السماء شي طيارات عسكريه دازوا، ما فهموش شنو غادي يوقع. دخلوا للسوبر مارشي يتقداو. جون جاتو رساله انذار وعلموه باللي اختاروه ينتقل للمأوى الطوارئ، وقالوا ليه جيب مرتاك وولداك. نفس التحذير بان في التلفازه. جون رجع للدار حتى كيبانوا ليه طوموبيلات ديال العسكر وكاميونات هازين العسكر غاديين بهم للمأوى الطوارئ، وطيارات في السماء خارجين للمدينه. جون زاد توتر ملي رجع للدار ومشى عند مرتاته وعاود ليها السر اللي وصلاته وعلى العسكر والطيارات اللي شاف، وهذا الشيء تيعني باللي هاد المذنب غادي يخرج على السيطره. قالت ليه راه قالوا في الاخبار شي شدايا غادي يطيحوا في البحر. بداو تيحسوا بهزات ارضيه. جون خرج على برا كيبان ليه الحمام هارب، تيشوف كل شي عادي حتى دازت موجه ضرباتو. دخل للدار سمع في الاخبار باللي شي شدايا ضربوا وسط الولايات فلوريدا، كانت موجه انفجاريه قويه مسحات المدينه كلها. جون جاه انذار اخر يخوي المدينه. مشاو جمعوا الحوايج اللي غادي يحتاجوا. جون جمع كاع الانسولين ديال ولده وسمع باللي شديه اخرى مسحات مدينه اخرى. جون خرج على برا وشاف رعب في السماء. هزوا حوايجهم وداروهم في الطوموبيل وتحركوا خرجوا من المدينه، وشافوا الدنيا ترونات. الناس دخلوا للسوبر مارشيات تيسرقوا الماكله. ناتان خرج واحد الفوطه وما ردش البال الانسولين اللي طاح ليه في الطوموبيل، وتيسمع باللي شدايا طاحوا في بلايص مختلفين. وصلوا للقاعده العسكريه، دخلوا وعطاوهم واحد السوار وقالوا لهم سيروا للطياره رقم 22، وقالوا لهم غادي تحزوا معاكم غير باليزه وحده. كانوا جايبين جوج، حطوهم وتيعزلوا داكشي اللي غادي يحتاجوا يديروه في باليزه وحده. مرتاته تتقلب على الانسولين. ناتان قال لهم راه هزيت فوطه من الساك يمكن طاحت ليا في الطوموبيل. جون مشى عند واحد الجندي سولو شحال بقى الطياره تطلع، قال لي 15 دقيقه. مشى تيجري يجيب الانسولين، ولكن تنعرفوا باللي ما تيخليوش اي واحد عنده مرض مزمن يطلع للطياره. جون ملي رجع ما لقاش مرتاته ومشى تيقلب عليها، وما عنده حتى حل من غير يطلع لواحد الطياره، وقال مع راسو غادي تكون طلعت لشي طياره اخرى صيفط ليها رسائل ما وصلوهاش. شاف واحد هاز البويطه ديال الانسولين، سولو كيفاش خلاوك تطلع بها للطياره. انا ولد عمي ما خلاوش يطلع للطياره حيت عنده مرض السكري. فهم باللي ما خلاوش مرتاته ولده يطلعوا للطياره. مشى عند الجنود طلب منهم يفتحوا ليه الباب يهبط. قالوا ليه الا هبطتي ما غاديش تطلع باقي. مرتاته وولده خرجوا على برا وشافوا الجنود هربوا. الناس دخلوا للقاعده العسكريه وسرقوا سلاح وبداو تيتيريو في الجنود. جون تيعلم الناس يخرجوا من الطياره قبل ما تفرقع بهم. جات واحد الرصاصه في ليسونس وشعلت العافيه، تفرقعوا كاع الطيارات. جون مشى سول واحد الجندي على مرتاته، قال ليه راه ما طلعاتش في الطياره بسبب مرض ولده. مشى تيقلب عليهم، لقاها حطات ليه رساله باللي غادي تمشي عند باها، وفي الطريقه هي وولدها لقات واحد الفرماسي، دخلات ولقات الانسولين. هزاتو حتى دخلوا شي عصابه مسلحه، وقف عليهم واحد بالكلاطه ودات تطلب فيه وخلاهم يهربوا، وركبوا مع واحد الراجل ومرتاته. جون مشى تيقلب على شي طونوبيل يتحرك بها، خرج تليفون يتصل بمرتاته ولكن الريزو والو. بانت ليه واحد البيكوب، طلع ركب مع الناس. واحد شاف السوار في ايده، قال ليه شنو كدير هنا، كان عليك تخوي البلاد. جون عاود ليه شنو طرا ليه. صاحبنا قال ليه راه الشيفور تيعرف شي طيارين كاينين في الحدود مع كندا غادي يديونا الملاجئ السريه، وحتى واحد ما عارف فين كاينين، وقال ليه يلا معانا الا بغيتي. جاوبوا جون باللي هاد الساعه بغى غير يلقى مرتاته وولده. قال ليه الا لقيتيهم وصل علينا الحدود غادي تلقانا تما. في هاد اللحظه مرتاته جون غاديين مع دوك الناس. من بعد قال لي هذاك الراجل ولدك غادي يبقى معانا، وخدا ليها السوار ولاحها من الطوموبيل وزادوا هربوا. واحد تيشوف جون قال ليه اعطيني السوار، قال ليه راه مكتوبه فيه سميتي، ما عنده باش ينفعك. قال ليه راه غادي تعطيني حتى البطاقه الوطنيه ديالك. ناضوا جوج دابزوا معاه بغاو يسرقوا ليه السوار. الشيفور سمع الصداع ضرب الفران، لاحهم من الطوموبيل. جون مشى هرب.
توماس قال لناتان إلا بغيتي مازال تشوف ماماك دير هادشي اللي غادي نقولك. إلا سولوك شكون باك وامك قول لهم حنا. ولكن ملي وصلوا عند الجنود ناتان قال لهم هادو غير خاطفيني وداوه معاهم يرتاح. وصلات عليه مو اللي جابها شي ناس معاهم في الطوموبيل وقالوا ليها الجنود سيري قلبي عليه في ذاك المخيم ولقاتوه. وقالت ليها واحد الطبيبه راه عطيتو الدواء ديالو وراه كاين واحد الكار غادي للشمال الا بغيتي يديكم. جون لقى واحد الطوموبيل وشد طريق لدار باه مرطاته وغادي يلقاه مقصر مع صحابه في حال ما كاين والو وغادي يسولوه على مرطاته حيت قالت لي غادي تجي هنا واحد شويه غادي توصل مرطاته وولدوه لعنده. شعلوا التلفازة يشوفوا آخر تطورات وغادي يشوفوا الملاجئ. جون تفكر هذيك الهضرة اللي قال ليه داك صاحبنا في البيكوب على الملاجئ. مشاو شدوا الطريق للحدود حتى وقفوهم بسبب شي تران خارج من السكة وسمعوا في الراديو باللي البلاصة فاش كاينين دابا غادي تطيح فيه شدايا. واحد شوية بداو تيطيحوا. جون ديمار الطوموبيل ودخل في واحد البيست ومشاو تخباو تحت واحد القنطرة. ملي داز داكشي شدوا الطريق وصلوا المطار. جون شاف بقات طيارة وحدة دخل ديريكت في الكرياج ومشى قدامها وتوقفات وهبط البيلوت وقال لهم واش بغيتوا تموتوا. طلبوا جون يخليهم يطلعوا للطيارة. البيلوت خلاهم يطلعوا مع الناس. في الصباح فاقوا لقاو راسهم في جزيرة جرينلاند. الطيارة بدات تتهز بهم وشافوا الشدايا طاحوا في جنب الجزيرة داروا مواجات اهتزاز. البيلوت فقد السيطرة على الطيارة ودخلات في واحد الجبل. خرجوا من الطيارة وبان لهم الملجأ. شافوهم الجنود وجاو داوهم للملجأ. واحد شوية غادي يجيهم انذار وبداو تينزلوا لتحت. القائد قال لهم شدوا راسكم الاصطدام اللي غادي يوقع في هذه اللحظة تيبان العالم كله مدمر. من بعد شهور غادي يحلوا لهم يخرجوا من الملجأ. وهنا غادي تسالي القصة ديالنا. نتمنى التلخيص يعجبكم وما تنساوش جيم ابوني.